ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهاردة الكوكيز الخطير، كوكيز العبد، بجد رهيب، طعمه روعة. طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هعمله معاكم بالكوباية عشان يعني لو محدش عنده الميزان وكده يقدر يعمله يعني بكل سهولة. اول حاجة كده هنجيبها معانا 3/4 كوباية من السكر، وهنحط كوباية مليانة من الزبدة، وهنقلبهم مع بعض كده بقى بالمضرب اليدوي، بالمضرب الكهرباء يعني براحتك خالص، وربع كوباية من الزيت، وبرضو هنقلب كده مع بعض. وبعد كده هنحط بيضاية ورشة طبعا من الفانيليا السائلة عشان زفرة البيض، رشة بسيطة كده، وهنقلب برضو. وبعد كده هنحط معانا 3 كوبايات وتلت كوباية من الدقيق، على حسب كده ما العجينة تلم معاكي، ومقلعتين حلوين كده من الكاكاو الخام الاسباني بيديها لون رهيب، ومقلعة من اللبن البودر، ومقلعة صغنونة كده من البيكنج باودر ممسوحة. انت هتبدأي تحطي 3 كوبايات من الدقيق وتقلبي كده المكونات مع بعض، وبعدين حسب الدقيق بتاعك ممكن تحتاجي مقلعة 2. انا احتاجت معايا حوالي تلت كوباية كمان لحد ما العجينة لمت معايا وبقت كويسة كده ومتماسكة. هبدأ بقى ألم العجينة، هلمها بس كده يعني، ومش هسيبها ترتاح ولا اي حاجة، انا هبدأ اشتغل فيها على طول. هي احتاجت معايا كمان شوية دقيق اهو، وبدأت ان انا احط تاني لحد ما العجينة خلاص زي ما انتوا شايفين كده بدأت تلم وتبقى كويسة وقوامها كويس. بدأت بقى ان انا اعمل الكور بتاعتي، بعملها صغيرة كده، وببططها ايه بقى اما بحط عليها الشوكولاتة، جايبة شوكولاتة خام عادية خالص سما، مش بالحليب ولا حاجة، سما عادية، وقطعتها صغير وبدأت ان انا احط عليها. اما بضغط بقى بالشوكولاتة هي بتفردها شوية، يعني الكوكيز بتاعنا بيبقى مش يعني ايه، يعني مفرود مهوش مكور، مفرود كده مش مكور. وتعمليه بقى براحتك، عايزه تعمليه كبير عايزه تعمليه صغير، ده انا كنت عاملاه للبيت عندي فكنت عامله صغير يعني عشان الولاد وكده. يعني اما بطلع اوردر وكده فبكبر الحجم الواحده شويه، بدخله على فرن متسخن اهم حاجه متسخن على درجه حراره 180، بيقعد تلت ساعه بالظبط، او ممكن تلت ساعة و5 دقايق، مش هيزيد عن كده ان شاء الله. وبتشغلي بس من تحت مش من فوق ولا حاجة، من تحت بس. شوكولاتة زي ما انتوا شايفين مسحتش ولا حصل لها اي حاجة، ودي شوكولاتة عادية خالص اللي هي الاول بالسما، طعمها بيبقى جميل جدا، وشايفين من جوه مستوي ورهيب، طعمه بجد يا جماعة تحفة 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 تحفة. انا بستخدم الزبدة حاليا، بستخدم زبدة كريستال، هي برضو جميلة جدا وما تفرقش خالص عن زبدة فرن. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. وما تنسونيش بقى وتعملوا لايك واشتراك في القناة لو بتشوفوني من على اليوتيوب، وتعملوا متابعة لو بتشوفوني من على صفحة البيج، من على بيج الفيسبوك يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.